في صفحه 92 في كتاب التاريخ ما عندناش حاجه غير محمد علي وعياله وعيال عياله، وفي عيل من عيال عياله واخد الكتاب كله لوحده. ايوه الخديوي اسماعيل. بس انا مش جاي اشرح لك عشان ملوك التاريخ في السناتر اكيد اكلوا دماغك بيها. تعال اقول لكم حاجات ما تعرفوهاش عن الخديوي اسماعيل. اول حاجه انه برج الجدي، مواليد 31 ديسمبر، مش محتاجه فزلكه يعني. مواليد برج الجدي دول بقى بيبقوا عاملين ازاي؟ قائد جامد، هو كان جامد فعلا، شخصيه طموحه، واضح من الانجازات وان مصر هتبقى باريس الثانيه، يمكن الاعتماد عليه فهو جدير بالثقه. ايه الهري ده؟ مش للدرجات يعني، ده كان عليه ديون لطوب الارض وكل شويه يستلف ويروح يعمل حفلات. ده كان من 150 سنه عليه تقريبا 100 مليون جنيه، يعني دلوقتي حوالي حي. رجل الجدي يحب المرأة ويقدرها، هو كان بيقدرها فعلا، هو مؤمن بحقوق المرأة وحقها في التعليم، عشان كده بنى مدرسة الثانية لتعليم البنات في السيدة زينب، وتخرج منها رائدات الفيمينيزم في مصر. بس هو اسماعيل بجد كان مؤمن بحرية المرأة ولا ده اي كلام؟ بص، هو كان بيحب المرأة قوي لدرجة ان هو اتجوز 14 مرة بس، وحوار الفيمينيزم ده بقى كان لأغراض غير نابلة بالمرة. تحسوا كده كان بيقف يعاكس البنات قدام مدرسة الثانوي اللي في أوروبا، بس شهادة لله كان كرييتيف شوجر دادي. استغل افتتاح قناة السويس وعمل أفشخ بيت في التاريخ مع حبيبته إمبراطورة فرنسا، وفضل يجهز للميعاد ده شهور وهو بيبني لها القصر اللي هتقعد فيه. وما اقولكش بقى على الاستقبال الحافل اللي عمله لها. الراجل المصري ده حنين والله العظيم. امال مش شغال معايا ليه الموضوع ده يا بنت المحظوظه يا ايجيني؟ بس زي ما اسماعيل باد بوي وجيني كمان باد جيرل، عشان الهانم كانت سايبه جوزها نابليون الثالث في فرنسا وجايه تتصرمح هنا في مصر. نو امان لاي مان مهما كان، وكان معاكم ايمان في مكان ملوش عنوان.